بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس سوف أشرح طريقة تفعيل الصلاحيات للمعلمين بإدخال الدرجات في نظام نور عن طريق مدير المدرسة. فبعد الدخول للنظام نجد في القائمة اليمنى خيارات عدة. أولا نحدد نوع النظام الذي سوف نتعامل معه. إذا كان للمدرسة أكثر من نظام أو مرحلة تابعة لها تحت إدارة مدير واحد تجدها في هذه الخانة وهي تحويل المستخدم. بعد التحديد نقوم باختيار أو نقوم بالضغط على خيار المستخدمون ثم المعلمون، ونحدد لكل معلم اسم مستخدم وكلمة سر بالطريقة التالية. اسم المستخدم نقوم بتغييره وليكن رقم بطاقة أحوال المعلم، ثم نحدد له كلمة سر يستطيع المعلم أن يغيرها لحظة دخوله للنظام مرة أخرى أو من جديد. ثم نقوم بتحديد الإعاقات التدريسية، وهي إسناد المواد التي يقوم بتدريسها المعلم بالفصول. فنقوم بالضغط على كلمة إضافة واختيار النظام الدراسي انتظام، والصف الذي يدرسه المعلم وليكن أول متوسط، ونختار القسم عام، ثم نحدد الفصل أول متوسط ألف. نجد في هذه القائمة جميع المواد التي تدرس في هذه المدرسة، فبعد إسنادها للمعلمين تختفي من هذه القائمة، فلنلاحظ أنه لم يبقى لدينا إلا مادة وحيدة وهي مادة الحاسب الآلي. نقوم بإسنادها للمعلم إذا كان هو من يقوم بتدريسها، ثم نضغط على خيار الحفظ، وهكذا مع جميع المعلمين. فبعد الانتهاء من هذا الخيار نقوم بالضغط على خيار الدرجات، ثم على صلاحيات إدخال الدرجات للمعلمين، ونضع علامة صح لجميع المعلمين الذين يقومون بإدخال درجاتهم، ثم نضغط على خيار حفظ. بعد ذلك نعود مرة أخرى ونختار خيار حالة إدخال الدرجات. نضع الخيار الأول وهو السماح للمعلمين بإدخال الدرجات حتى يستطيع المعلم أن يدخل درجاته بنفسه. فإذا انتهت فترة إدخال الدرجات يستطيع المدير أن يلغي هذه الصلاحية بالضغط على عدم السماح للمعلمين بإدخال الدرجات، ثم نضغط على خيار الحفظ. هذا بالنسبة لمدير المدرسة. نأتي للمعلم. المعلم عند استلامه اسم المستخدم وكلمة السر يدخل اسم المستخدم في الخانة الأولى وكلمة السر في الخانة الثانية، ثم بعد ذلك تأتيه صفحة تطلب منه أن يقوم بتغيير كلمة السر. يقوم المعلم بتغيير هذه كلمة السر إلى أي كلمة يريدها، ثم يضغط على خيار الحفظ. بعد ذلك يختار من القائمة اليمنى خيار الدرجات، ثم يحدد النظام الدراسي، الصف، القسم قسم عام، الفصل، المادة التي يدرسها المعلم، فترة إدخال الدرجات الأولى الثانية الثالثة أو نهاية فصل، يختار الأولى، ثم يضغط على على ابحث. تأتي له صفحة بإدخال الدرجات لهذه المادة، يقوم بإدخالها جميعا ثم يضغط على حفظ، وبذلك يكون قد انتهينا من هذا الشرح.